في الوقت الحاضر، الجراحة التجميلية هي حاجة الساعة والجميع مدرك لاحتياجاتهم. تجرى الجراحة من أجل الإجراءات التجميلية والنتائج دائمة إلى حد معين. إذن، ما هي الإجراءات؟ ما نقوم به هو شفط الدهون الذي يشكل دهون الجسم، ثم شد البطن. بعد الحمل عندما يترهل البطن، أو بعد فقدان الوزن الزائد عندما يترهل الجسم. لذلك نقوم بشد البطن. نعيد السرة إلى وضعها الطبيعي ونعطي شكل البطن وهو البطن المقعر. ونعم، نقوم بعملية شد البطن. عندما يتعلق الأمر بطب النساء التجميلي، نرى أنه بعد عدة حالات حمل تصبح جدران المهبل مرتخية، وهذا يقلل من ثقة المرأة بنفسها. لذلك يمكن شد هذا الارتخاء المهبلي لتعزيز حياتها اليومية ورضاها النفسي. ما يحدث هو أنه بعد مرور بعض الوقت، عندما تتقدم المرأة في العمر، يتقمص الدهون التي يجب أن تكون مناسبة في منطقة الأعضاء التناسلية. لذلك نقوم بشفط الدهون وحقنها في منطقة الأعضاء التناسلية، ونسميها تجديد الأعضاء التناسلية الأنثوية. اتجاه وسائل التواصل الاجتماعي: العالم بين يديك. لذلك تعرف ما يحدث حول العالم، وقريباً جداً سنعرف ما يحدث في الكون أيضاً. لذلك فإن الوعي الذاتي بصحة الجمال هو الرائج الآن. لذلك الجراحة التجميلية الآن ليست فقط لأغراض الجمال، لأن الثقة تجلب الجمال، والجمال يضيف إلى الثقة. لذلك الجراحة التجميلية سأقول بالتأكيد أنني أوصي بها لمن يريد حقاً تحسين مستوى ثقته بنفسه فوراً. بالطبع الثقة تأتي من العقل، وأيضاً الجراحة التجميلية تمنح الثقة الفورية. شكراً جزيلاً.